لو سافرت انت واسرتك ايطاليا، هل لاطفالك الحق ان هم اول ما يوصلوا ياخدوا الجنسيه ولا لا؟ لو انت كنت مولود في ايطاليا وعشت فيها سنتين ثلاثه ورجعت بلدك تاني، هل ليك الحق ان انت تطالب بالجنسيه الايطاليه ولا لا؟ لو سافرت انت وزوجتك سياحه وزوجتك انجبت اطفال هناك في ايطاليا، هل الطفل ده الحق ان هو ياخد الجنسيه الايطاليه ولا لا؟ لو الاب والام لسه ما خدوش الجنسيه الايطاليه، هل لابنائهم الحق ان هم ياخدوا الجنسيه ولا لا؟ كل دي اسئله هنجاوب عليها النهارده، فياريت تتابعوا الفيديو من بدايته لنهايته. يا صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشين كتير جدا. يا رب تكونوا انبسطتوا من الفيديوهات اللي فاتت بتاعه الترحيلات وبتاعه القانون الجديد. النهارده بقى معانا موضوع مهم، والموضوع ده اتكرر عليا 100 مره. فقبل ما نقول لكم ايه بقى هو الموضوع المهم ده، يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك، اللايك الحلو بتاعك اوعى تنساه، وتفعل طبعا زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله. عشان ما اطولش عليكم، يلا نخش على الموضوع على طول. طب وايه بقى هو الفيديو المهم بتاع النهارده؟ الفيديو المهم بتاع النهارده يا شباب، وهو ناس كتير سألتني فيه، فانا قررت ان اعمل بيه فيديو. كان اخر من سأل السؤال ده استاذة فرح من العراق. فريت يا شباب تركزوا معايا في الفيديو ده لانه مهم جدا. في كذا سؤال متشابهين، فانا حبيت ان انا ارد بالفيديو ده. بقى يا شباب، اولا كده عشان نبقى عارفين وعشان نبقى متفقين، ويا ريت تركزوا معايا في الكلام ده. لما انت تبقى موجود في ايطاليا، لان في ناس كتير بتعمل ايه، مثلا زوج وزوجته بيسافروا في اي دوله زي السياحه وكده، والزوجه بتنجب اولادها هناك، تمام. فناس كتير بتقول لي طب والاولاد دول هياخدوا الجنسيه؟ الناس بتبعت تقول لي هتاخد الاولاد هياخدوا الجنسيه، الاولاد مش عارف هياخدوا ايه ومش هياخدوا ايه. طيب احنا لازم نبقى عارفين النقط المهمه دي هنا في ايطاليا. اولا كده، ايطاليا مختلفة عن دول كتيرة جدا في اوروبا. يعني ايطاليا مش بتتولد فيها وبتاخد الجنسية على طول. ايطاليا من البلاد الصعب ان انت تاخد فيها جنسية. اللي احنا فيها دي كلها محدش بيتولد في ايطاليا وبياخد جنسية. الطفل بقى اللي بيحصل معاه، الطفل اول ما بيجي يخش ايطاليا او بيتولد في ايطاليا ياخد الورقة الاقوى. بمعنى ايه بقى الورقة الاقوى؟ يعني مثلا نفترض ان الاب معاه إقامة في إيطاليا مثلا مدتها 5 سنين، والأم معاها إقامة بسنتين. فالطفل لما بيتولد بياخد الإقامة ب5 سنين عشان والده ورقته أو الورقة اللي معاه أقوى من الأم، لأن الأم معاها إقامة بسنتين 2 بس. لو الأب مثلا معاه الجنسية الإيطالية والأم معاها مثلا إقامة ب5 سنين أو بسنتين، فالطفل لما بيتولد بياخد الجنسية. بمعنى آخر، لو الأم معاها مثلا الجنسية الإيطالية والأب معاه إقامة بسنتين 2، فالطفل بياخد الجنسية الإيطالية عشان والدته معاها الجنسية. فدايما لازم نبقى عارفين إن الورقة الأقوى الطفل بيحصل عليها. مفيش حاجة اسمها إن الطفل بيتولد في إيطاليا فياخد الجنسية على طول، الكلام ده مفيش منه خالص. وده كلام كنا دايما واحنا قاعدين في مصر نتفرج عليه في التلفزيون، ومش عارف الفنان مين سافر وخلف اولاد هناك وانجب اولاد في دوله اوروبيه ولا بتاع وخد الجنسيه وبقوا عايشين حياه سعيده يعني. لا، الموضوع مش كده خالص، الواقع مختلف تماما. مفيش حد بيتولد في ايطاليا وياخد الجنسيه على طول، تمام. فدلوقتي زي ما احنا اتفقنا ان الطفل بياخد الورقه الاقوى لو الاب معاه اقامه بسنتين والام معاها اقامه بسنه واحده، فالطفل بياخد اقامه بسنتين عشان خاطر والده الورقه بتاعته درجتها اعلى من ورقه الام. ولو الام الورقه اللي معاها في الدوله الايطاليه درجتها اعلى من درجه الاب، فالاطفال بياخدوا الدرجه الاعلى من اي حد. ممكن يبقى واحد معاه اقامه مفتوحه وزوجته معاها اقامه بسنتين، فالطفل بياخد الإقامة المفتوحة، الأب بياخد الجنسية، الطفل بياخد الجنسية. طيب في حالة بقى إن الأولاد أكبر من 18 سنة، لو الأب خد الجنسية والأولاد أكتر من 18 سنة مالهمش حق إن هم ياخدوا الجنسية، تمام. حتى لو مولودين هنا في إيطاليا، هم اتولدوا خدوا الورقة الأقوى مثلا اللي مع الأب، وده إنهم عايشين كده وكبروا. فالأب لما هم عدوا 18 سنة
الاب مثلا خد الجنسيه بس هم خلاص سن الاولاد عدى 18 سنه، ما لهمش حق ان هم يقدموا على الجنسيه. لو انتوا لسه بقى داخلين ايطاليا ومعاكم اطفالكم مثلا، لان انا جالي السؤال ده من حد وبيقول لي هم هل لهم الحق في الجنسيه؟ يعني هم يعني زوج وزوجته جم ايطاليا ومش معاهم ورق نهائي ومعاهم اولادهم، فالام كانت بعت لنا رساله بتقول لنا هل الاطفال ليهم الحق ان هم ياخدوا الجنسيه الايطاليه؟ لا يا فندم، الاطفال ما لهمش حق خالص ان هم ياخدوا الجنسيه الايطاليه، لان حضرتك ولا معاك الجنسيه ولا الاب معاه جنسيه. ده هم اقصى حاجه ممكن يعملوها، اقصى حاجه يدوم اقامه، يعني حاجه بسيطه جدا، يعني ممكن بسنه او بسنتين، لكن ولا عمرهم هيدوم اقامه ب5 سنين، ولا عمر الاطفال هتاخد اقامه مفتوحه ولا تاخد الجنسيه، لان هم لسه داخلين اصلا البلد والاب والام مش معاهم ورق. يا شباب عشان نكون قفلنا اول جزء، نكون متفقين ان الطفل اول ما اهله بيجيبوه ايطاليا وهو لسه صغير ما بياخدش جنسيات ولا بياخد الكلام ده. وبرضه اعمل في حسابك يا صديقي ان انت هتتجوز وهتجيب مراتك تنجب اولاد هنا في ايطاليا عشان خاطر ناخد الجنسيه وناخد الورق والكلام ده. حضرتك عمرك ما هتفتح باب الشقه وهتلاقي الباسبورات الايطاليه قدام باب الشقه. فبرضه انسى ايطاليا لما بتيجي تخلف فيها اولاد ما بياخدوش جنسيه. ده لو انت وزوجتك مش معاكوا اي ورق في ايطاليا ورايحين مثلا عشان خاطر تخلفوا اولاد هناك او تنجبوا اولاد هناك، والاولاد تاخد الجنسيه وتديكوا انتوا كمان الجنسيه. ايطاليا ما فيهاش ان انت تاخد زوجتك وتروح زوجتك تنجب طفل هناك في ايطاليا والطفل ينزل من بطن مامته ياخد الجنسيه. ما فيش الكلام ده، ايطاليا ما فيهاش الكلام ده خالص. فخليكوا فاكرين النقطة دي. ليه؟ لأن في ناس كتير بتيجي تقول لي احنا هنسافر وهنخلف هناك وهناخد الجنسية. يا جماعة ولا بياخدوا الجنسية ولا بياخدوا أي حاجة، تمام؟ لأن أنت أصلا أنت ولا عايش في إيطاليا ولا زوجتك عايشة في إيطاليا ومحدش فيكوا معاه إقامات ولا معاه جنسيات، فالطفل بياخد الورقة الأقوى. لو أنتوا مش معاكوا حاجة الطفل ما بياخدش حاجة، وبيبقى رضا من عند ربنا ان اصلا الدوله بترضى تعمل لكم ورق او تديكوا ورق عشان خاطر الطفل ده. وما بيكونش جنسيه ولا اقامه مفتوحه بقى ولا اقامه ب5 سنين، ده بتبقى اقامه بسنه او بسنتين، اللي هو يعني كل كام شهر كده لازم تروح تجددها تاني. لكن ما تعملش في حسابك هتيجي انت وزوجتك على هيئه ان انتوا جايين سياحه وتخلفوا اولاد هنا، او تيجوا باطفال صغيرين خالص وتقولوا اولادنا هياخدوا الجنسيه عشان دخلوا البلد. لا، ولا بتخلف ايطاليا ما بتديش جنسيه لاي حد بيخلف. يعني مثلا مش هتبقى راكب طياره زي ما بتسمعوا في الافلام كده، طياره تبقى معديه من فوق مثلا كذا وواحده تولد او تنجب اطفال في الطياره من فوق دوله فيقول لك هينزلوا ياخدوا الجنسيه. مش الكلام ده هنا. ايطاليا مفيش الكلام ده. ايطاليا ما بتديش جنسيات. ايطاليا بتدي اصلا يعني الاقامه بضرب النار للناس الكبيره والناس اللي شغاله كمان. ايطاليا بتديهم الاقامه بضرب النار. فالطفل ما بياخدش جنسيات عشان خاطر هو اتولد وابوه وامه من دولتهم الاساسيه. يعني لو هم مش عايشين في ايطاليا الطفل مش هياخد اي حاجه، تمام؟ ويبقى رضا من عند ربنا ان هم هيرضوا يعملوا لكم مثلا ورق بسنه او بسنتين. لكن ما تحطش في دماغك احنا لينا الحق ان احنا خلاص خلفنا طفل هنا يبقى لازم الطفل ياخد الجنسيه واحنا كمان هناخد الجنسيه عشانه. ما فيش الكلام ده في ايطاليا. ايطاليا ما بتديش جنسيات وما بتوزعهاش. خلينا متفقين على نيجي بقى على النقطه الثانيه وهي سؤال الاستاذه فرح. وخلوا بالكم ركزوا في السؤال ده لان السؤال ده مهم جدا. الاستاذه فرح بقى بتقول ايه؟ السلام عليكم، أنا من العراق. أختي في إيطاليا ولدت بنات توأم. لماذا لم تحصل على الجواز، قصدها جواز السفر الإيطالي يعني، إلا عمرهم 18 سنة؟ تمام. يعني أستاذة فرح بتقول إن أختها أنجبت طفلين توأم في إيطاليا، وليه هم مش هياخدوا جوازات السفر الإيطالية غير بعد 18 سنة؟ تمام. فأنا سألتها سؤال تاني يعني، فجاوبت عليا هل هم مثلا حد فيه معاه الجنسيه الاب او الام او الكلام ده؟ قالت لي ان هي اختها، هي طبعا كانت بتسال السؤال بالنيابه عن اختها مش معاها الجنسيه الايطاليه، وزوجها اللي هو زوج اختها بقاله 30 سنه بقاله 30 سنه في ايطاليا وما تعرفش هو معاه الجنسيه ولا لا. بص يا استاذتنا، اولا الاب لو بقاله 30 سنه ده زمانه خد الجنسيه من زمان. يعني هو اصلا المفروض من بعد 10 سنين يقدر يقدم على الجنسيه، بس بشروط. تقديم الجنسيه يا شباب ليه شروط، وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو بيه واعرفكم الشروط الحقيقيه غير اللي احنا كنا اتكلمنا ازاي تاخد الجنسيه الايطاليه وبتاع. فانا يعني هعمل لكم فيديو ان شاء الله قريب عن الشروط الحقيقيه عشان تاخد الجنسيه الايطاليه، تمام؟ فبقاله 30 سنه فالمفروض يكون خد الجنسيه الايطاليه. دي نقطه ثانيه. ممكن يكون قاعد اصلا ال30 سنه دول ما بيشتغلش بطريقه قانونيه في ايطاليا. يعني ممكن يبقى الزوج او الاب يعني بتاع البنات
مش شغال بطريقه قانونيه، يعني عايش في ايطاليا بس شغال مش متسجل بعقد او ما عندوش عقد عمل جوه ايطاليا، وعايش وخلاص وبيشتغل، واللي بيكسبه بياخده مكسب صافي، ما بيدفعش منه ضرايب والدوله مش عارفه عنه حاجه. فبالتالي دي الطريقه الوحيده اللي هو اصلا ما يكونش خد بيها الجنسيه لحد دلوقتي. اختك ما عندهاش الجنسيه الايطاليه. تالت نقطه، الاولاد ليه ما خدوش الجوازات سفر؟ حضرتك هو ما بياخدوش جوازات سفر. يعني انا مثلا مش بخلف زي يعني احنا قلنا في اول فيديو، انا مش بخلف اولاد في ايطاليا وياخدوا الجنسيه على طول، ياخدوا جوازات سفر وخلاص. لا، الموضوع اصعب من كده يا فندم. لان احنا قلنا في اول فيديو ان صعب ان حد يخلف اطفال في دوله زي ايطاليا مثلا. انا بتكلم عن ايطاليا، ما اعرفش باقي الدول، والاطفال تاخد الجنسيه، ده مش موجود خالص. لكن قلت ان الطفل بياخد الورقه الاقوى. يعني ايطاليا، بص هو حضرتك لو يعني لازم تتاكدي طبعا، يعني او اختك اكيد طبعا عارفه ان زوجها معاه الجنسيه ولا لا. زوجها لو معاه الجنسيه والاطفال صغيرين من حقهم ياخدوا الجنسيه، لكن لو الاب مش معاه الجنسيه، الاطفال عمرها ما هتاخد الجنسيه نهائي، ومش هتشوف الجنسيه نهائي غير لما يتموا 18 سنه يقدروا ياخدوا الجنسيه. هتشوف يعني هم مولودين في ايطاليا والاب والام عايشين في ايطاليا ومعاهم اقامات واتعلموا في ايطاليا وحياتهم هي ايطاليا، بس حضرتك في الاول وفي الاخر الاب مش معاه جنسيه والام مش معاه جنسيه. ده لو في حاله الاب مش معاه جنسيه. لان هقول لحضرتك على حاجه، الطفل لما بيتولد في المستشفى هنا، اكيد اختك وهي رايحه زوجها او اللي هو ابو البنات يعني حطوا ورقه، لان هم بيطلبوا ورق الاب وورق الام. اللي بتولد في المستشفى بياخدوا ورق الاب، البطاقه بتاعته وبطاقه الام. طبعا البطايق اللي معموله هنا في ايطاليا بطايق ايطاليه، مش بطايق مصريه او عراقيه، لا البطايق بتاعتهم اللي عاشوا بيها واستلموها هنا في ايطاليا. هم بياخدوا البطايق بتاعت الاب والام، فبيعرفوا في حد فيهم معاه الجنسيه ولا لا. يعني مثلا لو واحد معاه الجنسيه ومراته معاها اقامه عاديه، ومراته خلفت في مستشفى عادي وانجبت اطفال في المستشفى، وهم بينزلوا وهم في المستشفى هناك بينزلوا في مكتب في المستشفى، فبينزلوا يسلموا البطايق بتاعتهم وكارت الصحه والكلام ده، الورق يعني بتاعهم. فالاطفال بالتالي بتاخد الجنسيه على طول، يعني الطفل بياخد الجنسيه فمن حقه يروح يطلع جواز سفر. لكن على ما اعتقد ان الاب كده مش معاه جنسيه، بس 30 سنه ده كتير ان هو ما ياخدش جنسيه خالص. فده حضرتك الاطفال ممكن يكونوا خدوا الجنسيه لو الاب معاه الجنسيه. من حق الاطفال ان هم يكون معاهم الجنسيه هم كمان، او بالطبع هم اتولدوا معاهم الجنسيه الايطاليه طالما الحكومه شافت ان الاب معاه الجنسيه. فبالتالي الام ممكن تاخد ورقهم او الاب، يعني الاسره تروح يطلعوا جوازات السفر الايطاليه للاطفال. لكن لو 30 سنه في ايطاليا ومش معاه الجنسيه الايطاليه، الاطفال عمرها ما هتاخد الجنسيه الايطاليه ولا تقدر تطلع جوازات السفر الايطاليه. هم ممكن ينزلوا العراق على فكره عادي، يعني هم الاطفال دي ممكن تنزل زياره للاقارب في العراق عادي بورق الاقامه اللي معاهم يا فندم. هم عادي جدا. احنا مثلا هنا المصريين بيعملوا ايه؟ بيبقى الاب والام معاهم اقامه ولا معاهم جنسيه ولا اي حاجه، والاطفال معاهم اقامه عاديه جدا، وبينزلوا زياره يزوروا اهاليهم مثلا في مصر في اجازه، ويرجعوا يقعدوا لهم شهر في مصر كام اسبوع ويرجعوا تاني ايطاليا عادي. ليه؟ لان هم عايشين قانوني في ايطاليا ومعاهم ورق يثبت ان الناس دي عايشه هنا، فبيخشوا عادي وبيسافروا وبيروحوا ويجوا عادي. دي نقطة. فمش شرط عشان ينزلوا العراق لازم يبقى معاهم جواز سفر ايطالي. دي نقطة. فهم ممكن ينزلوا عادي خالص بورق. لكن لو الاطفال دي محدش من الاب ولا الام معاه الجنسيه خالص، الاطفال دي مش هتاخد جوازات سفر ولا هتاخد الجنسيه اصلا. لازم يتم عمرهم 18 سنه ويكونوا عايشين في ايطاليا. لان في ناس كتير جات لي بعد، يعني في ناس كتير بتكلمني في الموضوع ده تقول لي انا اتولدت في ايطاليا وقعدت سنتين 3 وكان معايا اقامه واهلي خدوني مثلا على الجزائر. لان انا جات لي فتره كده اسئله عن الجزائر، ان اهالي كتير كانوا بيخلفوا اولادهم في ايطاليا وياخدوا الاولاد وينزلوا الجزائر وما بيرجعوش ايطاليا تاني، والاقامه بتاعته تكون انتهت. فبيسالني يقول لي انا ليه حق ارجع واخد الجنسيه؟ لا، وحضرتك ما فيش حق خالص انك تاخد الجنسيه، لان ايطاليا اصلا معذبه الناس اللي عايشه فيها بطريقه قانونيه. لان الشرط من الشروط ان انت تكون عايش جوه ارض ايطاليا. السنين اللي انت قعدتها في الجزائر دي كنت المفروض تعيشهم جوه ايطاليا عشان تقدر تاخد الجنسيه وتقدم على الجنسيه عادي جدا. لكن حضرتك اتولدت ويا دوب رجعت بلدك تاني، فعمرك ما هتقدر تاخد الجنسيه خالص. وزيك زي اي حد انك واحد جديد راح ايطاليا مش بتدي الجنسيه غير لو الاب او الام معاهم الجنسيه، فالطفل بياخد الجنسيه على طول.
تمام، ده لو عمره ما عداش ال 18 سنة. لكن لو الطفل الأب والأم مش معاهم الجنسية، الطفل بياخد ورقة الإقامة الأقوى زي ما قلنا، وبالتالي الطفل عمره ما هيكون معاه الجنسية. الطفل مش هياخد جنسية ومش هياخد جوازات سفر ايطاليا. ما انت معاك الجنسيه بتقدر تروح تقدم على جواز السفر الايطالي، بس انت مش معاك الجنسيه فمش هتقدر تطلع جواز سفر ايطالي غير لما يكون الاطفال عمرهم يتم 18 سنه. يقدروا في الحاله دي ان هم يقدموا على الجنسيه الايطاليه. وخلي بالك يا فندم، الاب او الام يعني الام ما تاخدش اولادها وتقول انا هرجع بقعد في العراق. لو رجعوا قعدوا في العراق والاطفال مولوده في ايطاليا، ما تجيش بعد كام سنه وتقولي لا الاولاد هيرجعوا ايطاليا تاني عشان ياخدوا الجنسيه. لما الاولاد تكبر هيرجعوا عشان ياخدوا الجنسيه، مفيش الكلام ده. الاولاد دول لو رجعوا تاني ده اصلا ممكن ما يرضوش يدخلوهم. يعني هم اتولدوا معاهم اقامه وسافروا عاشوا طول السنين وحياتهم كلها هناك، ولما كبروا هيرجعوا ياخدوا الجنسيه. فالموضوع ده خلوا بالكم منه، لان الموضوع صعب. مفيش ان انت اولادك يتولدوا في دوله اوروبيه زي ايطاليا ويسافر بلده تاني وعايز يرجع بعد ما يجمع الجنسيه، فمش هياخد الجنسيه وهيبقى زيه زي اي حد لسه داخل بلد جديد، ولا كانه اتولد فيها ولا كان ليه صله بيها من قبل. فيا فندم، الاطفال دي لو الاب معاه الجنسيه يبقى هم اصلا معاهم الجنسيه، فمن حقهم ان هم يروحوا يقدموا على جوازات سفر. دي نقطة. النقطة التانية، هم يقدروا ينزلوا العراق ويرجعوا إيطاليا عادي طالما عايشين في إيطاليا قانوني ومعاهم إقامة. لو مش معاهم إقامة، لو نزلوا مش هيرجعوا تاني. تمام. فيا ريت حضرتك يا فندم تخلي بالك من النقطة دي، ولازم يتأكدوا الأب، لازم حضرتك تأكدي الأب معاه الجنسية ولا، عشان لو معاه الجنسية بقى الأولاد دي هتاخد الجنسية بسهولة جدا طالما هم صغيرين. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، لان الفيديو ده مهم جدا. ناس بتسالني تقول لي انا اتولدت في ايطاليا ورجعت بلدي تاني، وبعد ما كبر وبعد 20 سنه ولا 15 سنه عايز يرجع ايطاليا ياخد الجنسيه. فايطاليا مش هتديك جنسيه، وهتبقى صعب عليك ان انت هتخش البلد اصلا، لان انت اقامتك اصلا بالفعل صلاحيتها انتهت وما عادتش موجوده. خلوا بالكم من النقطه دي. الاولاد ما بتاخدش جنسيات عشان مجرد انها اتولدت، او الاب والام مش معاهم جنسيه فليه مثلا اطفال مش هتاخد الجنسيه. لا، الاطفال مش هتاخد الجنسيه لو الاب والام مش معاهم، وبالتالي هيطلعوا الجنسيه او هيستلموها وهم 18 سنه. دي نقطه. النقطه الثانيه، الاطفال بتتولد في ايطاليا بتاخد الورقه الاقوى اللي مع الاب او الام. نقطه كمان، اوعى تخلوا اولادكم، يعني ما تجوش ايطاليا تخلفوا اولاد عشان الطفل ياخد ورقه اقامه كده وتقول بقى وهنرجع بلدنا نعيش في بلدنا، ولما نرجع تاني ايطاليا هترحب بينا وتدي الاولاد الجنسيه لما يكبروا. مفيش الكلام ده برضو. ايطاليا مش هتديك اي حاجه، وهتتعامل مع الولد ده على اساس اصلا ان هو واحد غريب وعمره ما دخل البلد دي قبل كده. وبالنسبه للناس، عشان الناس الموجوده وعايزه بقى تسافر بلادها وبتاع، فهم مستنيين الجنسيه الايطاليه وجوازات سفر الايطالي. هو بالفعل لو مع اقامه في الدوله الطفل ممكن ينزل يزور اهله في بلده ويرجع تاني طالما هو معاه ورقه اقامه. فرب بقى تكونوا فهمتوا الفيديو بتاعي وتكونوا ركزتوا فيه، لان الفيديو ده مهم جدا يا شباب، وبيتسأل مليون سؤال. تمام. يعني اللي بيجي لي مثلا يقول لي انا كنت عايش في ايطاليا واتولدت في ايطاليا ورجعت الجزائر، لان سؤال الجزائر ده جالي كتير جدا، وانا كنت وعدت الناس نعمل بيه فيديو، وانا كنت عملت اصلا فيديو بيه وبرضه رجعت اتساله تاني. فده الفيديو الاخير للرد على موضوع الشباب بتوع الجزائر. عمرك ما، يعني انت اتولدت وصلاحيه الاقامه بتاعتك انتهت، هتيجي تخش ايطاليا مش هتتعامل معامله ان انت شاب لسه داخل ايطاليا جديد، ولا كانك كان ليك ثقه، ولا كانك اتولدت فيها، ولا كان في اي حاجه خالص، وكانك اول مره تخشها. دي نقطه. النقطه الثانيه، ده الرد على استاذه فرح وكل الاسئله المشابهه اللي جت، وبرده كان رد على استاذه تانية تعذرني لان انا مش فاكر الاسم بتاعها بالظبط، بس انا كنت فاكر سؤالها وقلت لها هعمل فيديو بالموضوع ده، وهو ده برضو نفس الرد. يا فندم، انت جيتي انت واولادك وزوجك هنا في ايطاليا واولادك صغيرين، فمش هتفتحي باب الشقه تلاقي جوازات سفر الايطاليه والجنسيه قدامكم. لازم الاولاد بتاخد الورقه الاقوى، يا اما مع الاب يا اما مع الام. فالاطفال دي يعني اولادكم مش هياخدوا جنسيه غير لما يبقى 18 سنه. نفس حاله استاذه فرح نات التوأم، مش معاه جنسيه اصلا وبقاله 30 سنه في ايطاليا ومش معاه جنسيه، فالاولاد دي مش هتاخد الجنسيه غير لما يكون عندهم 18 سنه. يا رب اكون فدتكم فعلا بالمعلومه في الفيديو. ولسه ما اشتركش في القناه تنزل تشترك، عشان والله العظيم يعني زر الاشتراك ده بيدعمنا وبيفرحني نفسيا. دي نقطه. النقطه الثانيه،
زرار الاشتراك ما بيعضش. يعني انا ممكن مثلا الاقي مثلا ناس كتير عندنا في قناه مشتركه، ناس بتخش تسال، وبلاقيها مثلا في قنوات تانية مثلا عامله كومنتات، مثلا واحد قاعد بياكل، واحد قاعد بيشرب. والله انا شفت كام واحد من اللي باعتين لي اسئله مش موجودين عندي في قناه، ولقيتهم في قنوات تانية مشتركين وبيكتبوا كومنتات والناس قاعده مبسوطه ويضحكوا عادي. تمام. فيا ريت تشترك في القناه، احنا بنحاول نفيدك باقصى درجه من المعلومه. فيا ريت حضرتك تفيدنا انت كمان يعني بالاشتراك بتاعك، لان كل ما عددنا بيزيد الواحد بيحاول انه يجتهد ويجيب حاجه اقوى وحاجه اكبر. ويا ريت ما تفوتوش الفيديوهات يا شباب وتتفرجوا عليها من اولها لاخرها. ولايك الحلو بتاعك اوعى تنساه، فعل زر الجرس. لو عندك اي سؤال تكتب لنا كومنت واحنا هنرد عليك على طول. ولو سؤالك طلع مكرر منه كتير فهنعمل لك فيديو حلو ونقول اسمك كمان. اشوفكم على خير. سلام.